عاد الطفيل بن عمرو إلى قبيلته دوس راجيا الله أن يستجيبوا لدعوته لدين الإسلام. اللهم إن رسولك قد دعاك أن تجعل لي آية تعينني على قومي فيما أدعوهم إليه. اللهم هب لي آيتك الآن قبل أن أدخل عليهم بعد سفري هذا. سبحان الله، أتكون هذه هي الآية التي طلبتها من رسول الله؟ ولكن هل أدخل على قومي بها؟ أخشى أن يروها مرضا أو عقابا لأني أتيتهم بدين جديد. اللهم لا تجعلها في وجهي، اللهم لا تجعلها في وجهي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أيها الناس، ماذا تظنون بي؟ خيرا يا طفيل، فأنت شاعرنا وزعيمنا وكبيرنا. أنت صاحب الحكمة والرأي والمشورة، ما وعدت إلا وفيت، وما قضيت إلا عدل. فإني والله قد التقيت في مكة بمحمد بن عبد الله الهاشمي، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أجئت تخبرنا بأنك قد خرجت عن ديننا؟ جئت أخبركم بأن الدين عند الله هو الإسلام، وهذه آية صدقي على دعوتي. أتريد أن تسحرنا كما سحرك محمد القرشي؟ والله ما هذا الضوء في صوتك إلا سحر تريد أن تضلنا به. وهل أصبحت الآن ساحرا؟ ألم تقولوا منذ لحظات إني صاحب الحكمة والرأي والمشورة؟ انتظروا يا قوم، انتظروا، فإني ما أريد لكم إلا الخير، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. على رسلك يا عم، فلقد جئتهم بدين جديد ولن يقبلوه بين عشية وضحاها. كنت على حق يا عبد شمس، قالها لي نبي الله بنفسه كما قلتها أنت من قبل. لا بد لهذا الكون من إله واحد، إله أرسل رسوله بدين الحق نورا ورحمة للعالمين. هذه آية الله يا عبد شمس، ليست سحرا كما يدعون. فهل تصدقني أم تكذبني كما كذبون؟ والله ما عهدت عليك كذبا من قبل. إنه الدين الذي كنت تبحث عنه، وكأن الله قد أراد لي السفر حتى ألتقي بنبيه وأقتبس من نوره الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أجننت يا عبد شمس؟ تريد أن تتبع ذلك الطفيل المسحور؟ الطفيل ليس مسحورا يا أمي، إنه زعيمنا وحكيمنا. كان ذلك قبل أن يلتقي بمحمد في مكة. لقد هداه الله إلى الإسلام، ويريد هو أن يهدينا معه. بل يريد أن يضلنا كما أضله محمد. هل أسمعك شيئا من القرآن حتى توقني أنه كلام الله العظيم؟ لا، سأسد أذني كي لا أنخدع مثل ما خدعت أنت. والله ما خدعت يا أماه، وإنما أخرجني ربي من الظلمات إلى النور، وهداني بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. كيف أصدقك ولم يؤمن غيرك بدعوة الطفيل في القبيلة كلها؟ هكذا يا أمي دعوة الحق، لا تجد من ينصرها في بادئ أمرها. وإني والله أريد أن تكوني أنت ثالث من يسلم في دوس كلها، بعدي وبعد الطفيل. أتريدني أن أسحر مثلك؟ أتدعونني إلى الضلال وأنا أدعوك إلى الرشاد؟ والله ما أسلم أبدا حتى أموت. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا رسول الله. أتيتك في حرج شديد وحزن أشد، فقد استجاب الله دعاءك الشريف وجعل لي آية تكون عونا لي على قومي حتى يؤمنوا، ولكنهم ظلوا على كفرهم وعنادهم. وقد جئتك الآن كي تدعو عليهم لينتقم الله منهم بعدما كذبوني وآذوني،
فيستبدل الله بهم قوما آخرين مؤمنين لا يكونون أمثالهم. استمع رسول الله إلى كلام الطفيل بن عمرو سيد دوس في اليمن، ثم رفع يديه بالدعاء، ففهم الطفيل والصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يدعو على قوم دوس بالعذاب والهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. يا نبي الله، طلبت منك أن تدعو على قومي، فإذا بك تدعو لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك يا سيد دوس، وادعهم وارفق بهم واصبر عليهم، عسى الله أن يستجيب دعاءنا فيؤمن من قومك أكثر مما كفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعا وطاعة يا رسول الله. عاد الطفيل بن عمرو إلى اليمن آملا في أن تسلم قبيلته دوس بعد أن دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية، رغم كل ما لاقاه منهم في المرحلة الأولى من الدعوة. وقد حكى الطفيل لأبي هريرة ما حدث في مكة، فقرر أبو هريرة أن يشاركه في دعوة قومه إلى الإسلام. يقرآن عليهم آيات من القرآن أو يتحدثان إليهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. كانا يدعوان الناس فرادا أو جماعات، وظلا على ذلك الحال سنوات وسنوات، حتى زاد عدد المسلمين فوصل إلى حوالي 80 بيتا في قبيلة دوس مع السنة 7 لهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بلغني أنك ستسافر إلى يثرب مع الطفيل بن عمرو. نعم يا أماه، عرفنا أنه لن يؤمن من قومنا إلا من قد آمن بفضل الله، فرأينا أن نأخذهم جميعا ونرحل بهم إلى المدينة المنورة لنكون بجوار رسول الله. تتحدث كأنك ستهاجر إلى يثرب ولا تعود إلى بلدك. ستكون المدينة المنورة هي بلدي يا أماه، ففيها رسول الله، وقد أصبحت عاصمة الإسلام. هذا ما كنت أخشاه، فرق محمد بيني وبينك. لا والله يا أمي، لقد أوصانا ببر الوالدين، وأمرنا الله أن نصاحبهما في الدنيا معروفا حتى لو كانا كافرين. تصاحبني بالمعروف أم تتركني هنا أعيش وحيدة بقية عمري؟ ولم الوحدة يا أماه؟ تعالي معي إلى مدينة رسول الله. ها أنت ما زلت تدعونني إلى الإسلام ولم تسلمي بعد، رغم العشرات الذين آمنوا من دوس وهداهم الله إلى الإيمان. لن أؤمن بدين محمد القرشي وأترك دين آبائي وأجدادي. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا شأنك يا أماه، أما أنا فذاهب إلى رسول الله بعون الله. عبد شمس. أماه، أنا لن أتركك تسافر وحدك. هل ستسلمين وتسافرين معي؟ لا، لن أسلم. ها؟ لكني سأسافر معك.